مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الارثيه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر أفورقي يتسلم اوراق اعتماد السفراء. احياء اليوم العالمي للمعاقين في كرن. جهود حثيثة لزيادة مشاركة المرأة في التعليم بمنطقتي كاريبوسا وزافيرا. عشرات القتلى والجرحى في حريق مصنع سيراميك بالسودان. وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الجنوبية لإصلاح العلاقات. لقاء رباعي يجمع ماكرون وميركل وجونسون بأردوغان. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. استقبل فخامة الرئيس ياسر أفورقي بقاعة دندن اليوم 4 ديسمبر 18 سفيرا وتسلم أوراق اعتمادهم. فقد تسلم الرئيس ياسر أفورقي أوراق اعتماد كل من سفراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والمملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وبريطانيا وجمهورية الهند والاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية سلوفاكيا ومملكة بلجيكا وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية صربيا وجمهورية غينيا وجمهورية يوغندا وسفير رومانيا والنمسا وبولندا وأيرلندا. وأكد السفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم خلال المناسبة استعدادهم للعمل على تطوير علاقات بلادهم مع إريتريا في مختلف المجالات وتوسيع الشراكة والتعاون. هذا وسيتسلم فخامته في صباح يوم غد أوراق اعتماد سفراء جمهورية أندونيسيا وكندا وفنلندا وجمهورية التشيك وأسبانيا والسويد والفلبين ورواندا واليونان والبرازيل وجمهورية فنزويلا. أحيت البلاد 3 ديسمبر اليوم العالمي للمعاقين في مدينة كرن بحضور وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول جبراب. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تسفاسيون جرماي خلال المناسبة أن حل مشكلات المعاقين هي مسؤولية جميع قطاعات المجتمع. وأوضح المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية السيد محرة في السهاية ممثلا لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية أنشطة الرعاية والتأهيل المجتمعي للمعاقين بعد الاستغلال. وأشادت منسقة مكاتب الأمم المتحدة في إريتريا السيدة سوزان نوغونغي برعاية شعب وحكومة إريتريا للمعاقين، مؤكدة استعداد المنظمة للتعاون مع الحكومة الإريترية في كافة جوانب تطوير المعاقين. هذا وشهدت المناسبة العديد من الفعاليات المصاحبة. أحيا إقليم القاشبركة اليوم العالمي للمعاقين في حفل أقامه بمدينة هايكوتا. وقال مسؤول الجمعية في الإقليم السيد شمولي والقرقيش في الرسالة التي وجهها بأن اليوم العالمي للمعاقين يأتي هذه السنة عقب ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس الجمعية وانعقاد مؤتمرها الرابع، ويحمل الجميع مسؤولية تنفيذ أهداف الجمعية على أرض الواقع. من جانبه أشاد مدير مديرية هايكوتا السيد شيخ الدين صالح بالمشاركة الشعبية الواسعة لإحياء يوم المعاقين، مؤكدا تعاون إدارة المديرية مع المعاقين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وغيرها. وأشار ممثل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاشبركة السيد منقس قبركدان إلى أن المناسبة تذكر بضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية لرفع إنتاجية المعاقين. ومن جهته أكد حاكم إقليم القاشبركة السيد أبرهة قرزة بأن الإدارة والشعب يعملان على تقوية التعاون متماشيا مع برامج الجمعية لحل مشكلات المعاقين. هذا وقد اشتمل الاحتفال بالمناسبة على العديد من الأنشطة الفنية. دعا مدراء مدارس كاريبوسا وسافيرا لتنسيق الجهود من أجل التعرف على أسباب تدني مشاركة الإناث في التعليم في المنحدرات الشرقية بمديرية عد قيح وإيجاد الحلول لها. وأوضح مدير مدرسة كاريبوسا الابتدائية الأستاذ عمر محمد أن المدرسة تستقبل الطلاب من 7 قرى ب3 ضواحي، وأن سبب تدني مشاركة الإناث يعود إلى إهمال أولياء الأمور وعدم تشجيع وإرسال أبنائهم للتعليم، وكذلك زواج القاصرات. وذكر عن تسجيل 49% من الإناث هذه السنة، إلا أن هذا العدد يتناقص في المرحلتين المتوسطة والثانوية. من جانبه أوضح مدير مدرسة السافيرة المتوسطة والثانوية الأستاذ إسماعيل محمود عن انخفاض مشاركة الطلاب عامة والطالبات خاصة عاما إثر آخر، داعيا إدارات المديرية والضواحي لبحث المشكلة مع الأسر والمدرسة لإيجاد الحلول لها. وأفادت المعلومات بأن
الإناث في التعليم تبلغ 40% في المرحلة الابتدائية و21% في المرحلة المتوسطة و17% في المرحلة الثانوية. قيمت جمعية المعلمين فرع إقليم شمال البحر الأحمر أنشطتها في السنوات الثلاث الماضية في اجتماع عقدته بمدينة نخفة. أوضح رئيس فرع الجمعية الأستاذ عثمان صالح في التقرير الذي قدمه البرامج المنفذة والإنجازات المحققة والتحديات وجهود تحسين حياة المعلمين وتأهيلهم. من جانبهما حث مسؤول التعليم في مديرية نخفة الأستاذ عبد الله صالح ومسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية سيد تسفاء إيوب المعلمين للانضواء في الجمعية للحصول على الفوائد المترتبة على ذلك ونقل المعارف للطلاب بشكل جيد. هذا وناقش الاجتماع مسودة تحسين دستور الجمعية كما انتخبوا هيئة إدارية للفرع. تخرج 35 من الشباب الذين تلقوا دورة مهنية في ضاحيتي برع سولي وبيلول بمديرية جنوب دنكاليا في إقليم جنوب البحر الأحمر. أوضح مسؤول المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالإقليم الشاب محمد عسير معو بأن الهدف من التدريب المهني هو تسليح الشباب بالمهن واستغلالهم لخيرات مناطقهم من أجل تحسين حياتهم المعيشية، ومذكرا إياهم بضرورة تطوير معارفهم عبر العمل. وذكر ممثل الخريجين بأن الدورة المهنية المقدمة تتيح لهم فرص العمل في مناطقهم مما يجعلها مهمة للغاية، مؤكدا جاهزيتهم لتسخيرها في مصلحتهم. نظمت في منطقة قحتيلاي بمديرية قندة حملة نفير جماعي تركزت حول الإصحاح البيئي ودفن البرك والمستنقعات وصيانة الطرق. وأفاد مراسل إيرينا بأن العمل المصحوب بالآليات الثقيلة نفذ بالتعاون بين السكان وأعضاء قوات الدفاع والطلاب وشركة قدم للإنشاءات ومؤسسة القلال والمواشي. وقال مدير قحتيلاي سيد زرسناي قايم أن الهدف من حملة النفير الجارية بمعدل 3 مرات في الأسبوع هو ضمان النظافة البيئية والحد من الأمراض المعدية. وأشار المشاركون في النفير بأنهم يلاحظون فوائد حملات النفير من عام لآخر، مؤكدين جاهزيتهم للمساهمة في استمرارية المهام بوتيرة متسارعة. هذا ويقطن منطقة قحتيلاي الكائنة في خط أسمر مصوع حوالي 800 أسرة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قالت الحكومة السودانية أن 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 130 آخرين عندما شب حريق بعد انفجار شاحنة نقل غاز خلال تفريقها لحمولتها داخل مصنع للسيراميك في العاصمة الخرطوم. وقال شاهد ومسؤول كبير بالدفاع المدني أن الانفجار الذي وقع في منطقة بحري بشمال الخرطوم كان قويا لدرجة أنه قذف بالشاحنة إلى مكان قريب. وجاء في بيان للحكومة أن الحريق قضى تماما على المصنع. وذكرت مصادر طبية أن من بين القتلى والمصابين موظفين من جنسيات مختلفة وبعضهم من دول آسيوية. هذا ونقل المصابون إلى مستشفيات في العاصمة، حيث قال قائد الشرطة المحلي أن بعضهم في حالة حرجة. وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى سيول في أول زيارة له منذ أكثر من 4 أعوام، حيث يسعى البلدان لإصلاح العلاقات التي تدهورت بسبب نشر أنظمة دفاع جوي أمريكي مضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية. وقال مسؤولون في سيول أن وانغ سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر يومين مع وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج والرئيس مون جي إن. وكانت آخر زيارة قام بها وانغ لسيول في العام 2015 للمشاركة في اجتماع ثلاثي حضرته اليابان أيضا. وبعد ذلك بعام بدأ خلاف بين البلدين بسبب النشر المرتقب لأنظمة الدفاع الجوية الأمريكية المضادة للصواريخ المصممة لردع الصواريخ البالستية في كوريا الجنوبية. وقالت بكين أنها تؤثر على توازن الأمن الإقليمي نظرا لأن نظام الرادار القوي بها يمكنه اختراق الأراضي الصينية. وقالت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن سيول تسعى لفتح خطوط ساخنة عسكرية إضافية مع الصين لتحسين الاتصالات. وناقش وزيرا دفاع البلدين القضية على هامش مؤتمر عالمي في بانكوك الشهر الماضي. عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقاء مفيدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمر نحو ساعة بعد تصاعد التوترات المتعلقة بالملف السوري من دون التوصل إلى تبديد كل الالتباسات وفق قول ماكرون. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان له أن الزعماء سيعملون على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين على نحو آمن وطوعي ومستدام وعلى ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.
وعبر جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من أجل المضي قدما في عملية سياسية يقودها الليبيون لإنهاء الصراع في بلدهم. ويتعرض الرئيس الفرنسي لهجوم من جانب نظيره التركي الذي اعتبر أنه في حالة موت دماغي، مستعيرا العبارة التي استخدمها ماكرون نفسه مؤخرا لوصف حلف شمال الأطلسي. وتوترت العلاقات بين باريس وأنقرة بعد الهجوم التركي على شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وهي حليفة رئيسية للدول الغربية في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. أصدرت الأمم المتحدة نداء إنسانيا لجمع حوالي 29 مليون دولار في وقت وصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة جراء تزايد النزاعات الطويلة الأمد والتغير المناخي إلى مستوى قياسي. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير بحوالي 168 مليون نسمة عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى مساعدة طارئة العام المقبل في العالم. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن هذا العدد يشكل رقما قياسيا في العصر الحديث منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن من أسباب تزايد الحاجات الإنسانية أن النزاعات تصبح أطول وأكثر شدة. وأضاف أن التغير المناخي مع ما يتسبب به من فيضانات وجفاف يزيد من الأعباء الإنسانية. ويبقى اليمن وسوريا البلدين اللذين يحتاجان إلى أكبر قدر من المساعدة، وستخصص لهما الأمم المتحدة أكثر من 3 مليار دولار. لكن فنزويلا هي البلد الذي سجل أكبر زيادة في الحاجات الإنسانية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.